ليه كل الناس الايام دي بيتكلموا عن اليقطين ولب اليقطين؟ اول ما اليقطين بيظهر في الاسواق اعرف ان الموسم بدأ. وعلى فكرة مش ده بس اللي لفت نظري، ده كمان فكرني بحاجة هايلة بس هقولها لكم بعد شوية. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. أول حاجة لازم نعرف اليقطين أهميته وأهمية اللب اللي جواه. طيب هو اليقطين ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن خضار غني جدا بفيتامين A، يعني منقذ للبشرة وللبصر وللمناعة. كمان غني بالألياف وبيشبع وبيظبط السكر. فيه مضادات أكسدة قوية جدا، يعني بيحمي القلب ويقلل الالتهابات. طب بذور اليقطين بقى اللي هي لب اليقطين، ده بقى صحة في طبق صغير، لأن فيه فوائد عظيمة. تعالوا أقول لكم إيه هي. أول حاجة بيقلل القلق ويحسن النوم لأنه غني بالمغنيسيوم. تاني حاجة بيساعد في توازن الهرمونات عند الستات وعند الرجال. كمان بيساعد في صحة البروستاتا. البروتين فيه عالي، وكمان الدهون اللي فيه دهون صحية، يعني سناك بيشبع من غير ما يبوظ الدايت، لا وكمان بيفيدني. وعلشان نوع النبات ده بالذات بيحمي الجلد وبيهدي الالتهابات وبينمو بسرعة، ربنا أنبته على سيدنا يونس لما طلع من بطن الحوت. ده علشان تقول سبحان الله قد ايه ربنا بيخلق كل حاجة لحكمة والفايدة للبشر. طب ايه الفرق بين لب اليقطين اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وبين اللب العادي اللي احنا كلنا عارفينه، اللي بنقزقزه من المقلة العادية خالص، اللي لما حد بيسافر مرسى مطروح بنوصيه ونقول له هات لنا لب ابيض؟ اللب الابيض ده لب القرع العادي خالص، وده بيبقى اقل في الفوائد من لب اليقطين. تعالوا اقول لكم الفروق اللي بين لب اليقطين وبين اللب القرع العادي خالص. اول حاجه لب اليقطين اغنى في المغنيسيوم والزنك والحديد. تاني حاجه البروتين فيه اعلى، كمان الدهون الصحيه اللي فيه دهون اعلى. المره الجايه وانت بتشتري جرب تشتري لب اليقطين، وخليك فاكر انه مش بس سناك، ده علاج طبيعي مذكور في القرآن الكريم. ما تضيعوش الفرصة وتسلوا بصحة أفضل مع لب اليقطين.